اعزائي المشاهدين متابعين قناه جديد في كل مكان واكونت جديد 99 على التيك توك والانستجرام. معاكم محمد جد الله، وان شاء الله النهارده عندنا حلقه جديده هنتكلم بقى في موضوعات كتير جدا. عندنا الساحه الرياضيه منها يوسف اسامه نبيه ورحيله البيراميدز، وطبعا يعني اعلان بيراميدز بشكل نهائي بالتعاقد معاه، وطبعا رحيل سيد عبد الحفيظ وهل ليه علاقه برحيل مرتضى ولا لا. طبعا تعيين كابتن خالد بيبو لمدير الكوره النادي الاهلي. في برضه اخبار تانية عن راحة نادي الزمالك واسيره لمدة 20 يوم للعيبة. طب هل سر كولر في رحيل سيد حفيظ ولا لا؟ كلام كده، وعندنا احداث كتير جدا هنتكلم عنها، برضه تفاصيل غرامة كهرباء. فطبعا كده هنتكلم عنه ان شاء الله النهارده في الحلقة، وهوضح لكم كل حاجة بالتفصيل وكل حاجة بشكل مفصل. لكن قبل اي حاجه مش هتعملوا سبسكرايب للقناه وتصلوا سيدنا محمد في كل وقت وحين. فيلا بينا نبدا الحلقه. اول حاجه بقى خلينا نتكلم مع حضراتكم زي ما وضحت في بدايه الفيديو او الانترو، ان اول حاجه بيراميدز اعلن امبارح بالتعاقد رسميا مع يوسف اسامه نبيه. وكان التعاقد يعني البرومو بتاع تقديم اللعيب كان في شكل كبير جدا من مش هنقول الاثاره، يعني كان بيوضح ان هو اللعيب مشي بسرعه البرق يعني من الزمالك. يعني بمعنى صح، انت لو حللت الانترو بتاع التقديم اللعيب بيدل ان اللعيب يعني هو اللي اصر انه يجي بيراميدز وخدم سرعه البرق، وان هو بدايته مع بيراميدز ومستقبله مع الفريق وما الى ذلك. لكن اعلنوا عنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو يوسف فاروق جعفر، اصلا ماضي من يناير اللي فات مع بيراميدز بشكل كبير جدا ومخلصين الموضوع. ده اول شق اللي هو بالنسبه ليوسف اسامه نبيه، ويعني احنا اتكلمنا عنه اكتر من مره. نيجي بقى عن الحدث الاهم، وهو رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي وتعيين كابتن خالد بيبو بشكل مفاجئ. وقبليه كان ب 48 ساعه مرتضى منصور اعلن ان هو يمشي عن النادي ويرحل عن النادي في الصوره خالص وهيسافر بره. فهل فعلا في اجنده ان هو ده يرحل وده يرحل، ولا الموضوع ملوش علاقه بحاجه؟ خلينا اول حاجه نتكلم عن موضوع كابتن عبد الحفيظ وايه السبب اللي خلاه يمشي. اول حاجه في سببين، غير بقى سبب هنتكلم عنه في الاخر، ان هو سببين رئيسيين. وهو اول حاجه ان بسبب موضوع تدخلاته الفنيه، والموضوع ده ان الكوره اكد عليه مع الكابتن الخطيب ان هو سيد عبد الحفيظ يعني اكتر من مره بيخش في تدخلات فنيه مع الفريق في شغل الفني. واللي كان قبل كده برضو الموضوع ده كان مع فايلر، وفايلر شكى منه، ولكن الكابتن الخطيب ما اداش اهميه عنه قصوى، لان كان فايلر ما حققش شيء ملموس مع النادي الاهلي، وما كانش محقق يعني حاجه تذكر له يعني يضحي بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ في الموضوع ده. فالكابتن ساعتها الخطيب تغاضى عن الموضوع وخلاه يكمل في مدير الكوره. ولكن الكولر بعد ما حقق نجاحات في وقت قصير وقدر يثبت نفسه انه مدير فني قوي، كان اكل للكابتن محمود الخطيب اكتر من مره عن الموضوع ده، وبالتالي الراجل كان حاطه في الحسبان. تاني سبب برضه رئيسي ان كان خلى الكابتن محمود الخطيب برضه يعني يعمل اقاله ليه، ان هو بسبب موضوع اكرم توفيق، ان هو لما كان بيعمل عمليات جراحيه زي ما حضراتكم عارفين في قطر، وكان في موقف حصل معاه ان هو نسيوا يبعتوا الفلوس ليه في المستشفى هناك للكابتن اكرم توفيق، واتحجز يومين في الفندق على بال ما الكابتن سامح حفيظ تدارك الموقف وبعت الفلوس وما الى ذلك. ولكن الكابتن محمود الخطيب زعل من الموقف ده جدا جدا، ولكن من اهم اسباب ان هو ازاي فلعيب يعني من قيمه النادي الاهلي يحتجز عليه بمعنى الكلمه، يكون في الموقف المحرج ده وبيمثل مصر بره، فكان موقف غير لائق بالنادي الاهلي. ده من اهم الاسباب الكبيره ان خلت الكابتن يعني يكون متحفظ عليه. وطبعا السبب كويس. السبب الثالث برضه ناس بتقول لك ان هو منصور مشي وفي اجنده ان ده مشي ده هيمشي فالاجواء هتهدى، برضه ممكن يكون الموضوع ده في الحسبان برضه، ان مرتضى منصور هيمشي وفي كلام كتير جدا ان المجلس هيستقيل نتكلم عن الموضوع ده، وهيجي الكابتن كمان درويش او حسين لبيب وهيبقى لجنه مؤقته برضه. والناحيه الثانيه الاهلي هيمشي سيد عبد الحفيظ وهيجيب بيبو عشان الاجواء تبقى اهدى من كده. فده كلام بيقال ده كلام بيقال، ولكن الاقرب اللي انا وضحته لكم بالنسبه لاسباب الرحيل الحقيقيه للكابتن سيد عبد الحفيظ. برضو عندنا الجزء الثاني اللي هو الخاص بقى، الخبر الثاني اللي هو خاص بكهرباء. تفاصيل الموضوع ان هو راجل لسه ما بعتش الفلوس، والمحامي بتاعه قال لك هنلتقي في ديسمبر القادم. يعني الراجل مش فارقه معاه ان هو كده كده احنا معاكم لغايه اخر خط لما نشوف الدنيا ايه هتحصل. ولكن في كلام برضو يقول ان الاهلي هيعير والاهلي طرابلس علشان اللعيب كده كده في 6 شهور. في كلام اتقال انه هيعار لمده سنه، فكهرباء هيماطل لغايه اخر نفس فيه ومش هيدفع فلوس دلوقتي. نادي الزمالك وبيتماطل في الموضوع زي ما حضراتكم عارفين لغايه اخر نفس، لغايه يعني ما يجيب اخره يدفع فلوس، ومش عايز برضه يدي فلوس دلوقتي في الزمالك في الوقت الحالي عشان ما يستفدش بيها ويجيب صفقات. ده بالنسبه لكهربا وسيد عبد الحفيظ. عندنا بقى نخش على موضوع تاني ان هو برضه تصريحات، نخش بقى على نادي الزمالك. ولكن قبل ما نتوقع عن نادي الزمالك هنتكلم برضه عن علاقه احمد عبد القادر وتفصيلنا ليها وتحليلنا ليها يعني بشكل عام. ان هو برضه نزل بوست وقال لك ان في بعض الصفحات بتكتب عن اللعيبه وبياخد فلوس زي ماجيكو اهلي اليوم، وان في لعيبه عندنا في الفريق بتقبضهم ويرد على الجماهير باسلوب مش كويس. فكابتن احمد عبد القادر دخل في دايره يعني ما اظنش ان هو بالدايره دي هيكمل مع النادي الاهلي كتير يعني.
بما ان هو لعيب حريف وكويس ومهاري وكل حاجه، لكن هو من نوعيه اللعيبه اللي بتشغل بالها بالسوشيال ميديا، عامل زي باسم مرسي بيشغل باله بالجماهير، وبالتالي كان مستوى توب فورم مبقاش موجود على الساحه. فلو هو هيكمل في الاسلوب ده او المنطق ده، ممكن بشكل كبير ما يبقاش من مستقبله يكمل مع النادي، او ان هو يبقى ليه دفع مع النادي الاهلي ويكمل وياخد بطولات، او يكمل في النادي اصلا بشكل عام. فهو كده بيقصر عمره في النادي، وما افتكرش ان هو هيكمل بالاسلوب ده. وده برده ممكن يكون ضمن اسباب ان رحيل الكابتن عدم السيطره على اوضه اللبس. مشكله الشناوي، كهربا قبلها، كانت ادي قفشه قبلها، وتلم الموضوع ده عبد القادر. فالموضوع زي ما مبهوأ في النادي الاهلي، فده ممكن يكون من اهم اسباب ان الكابتن خالد حفيظ مش هيكمل في النادي الاهلي. بالنسبه لاحمد عبد القادر، فالموضوع ناس كتير اتكلمت عنه والبوست وكل ما يتعلق بيه، لكن تحليل الموضوع بشكل عام، هو شغل باله بالجماهير خلاص، خرج عن المستطيل الاخضر، نزل بوست ويتكلم عن ده، وده بيشغل باله بقضايا مختلفه، وبالتالي ده خرج عن منطق كره القدم والفنيات، فمش هيبقى مستواه افضل حاجه. ويبقى مع الوقت بقى بيرد على الجماهير في السوشيال ميديا، ويرد على الجماهير، ودخل واحد كان بيكتب كومنت قال له انت تافه، فدخل في سكه هو مش هيقدر يركز في الملعب مره تانيه. ده بالنسبه للنادي الاهلي والاخبار المتداوله فيه. نخش بقى على نادي الزمالك والاحداث الجاريه دلوقتي، ان في الساعات القادمه الزمالك المجلس هيجتمع علشان يقرروا ايه اللي هيحصل، مين اللي هيستقيل مش هيستقيل. في 2 من اعضاء المجلس قال لك عايزين نستقيل، وفي الباقي قال لك لا هنكمل وعايزين نكمل في مناصبنا. فزي ما سمعنا نضال منصور قال لك انا همشي وهستقيل وهبعد عن النادي 31 اكتوبر الانتخابات وكذا وكذا يعني. وفي رجع من شويه قال لك لا انا هكمل، لازم تقول لك الدوله كلمتني وانا زي الزمالك عايزني وما الى ذلك يعني. الحجه بتاع كل مره يعني، هو فاكر لما يمشي ويقول كده موضوع بس يفك الارصده فهيرجع تاني. فالموضوع يعني اتحفظ خلاص، وموضوع حباس حفظه، الاثنين بيعاندوا بعض على حساب الزمالك. فبالتالي في اجتماع الفتره القادمه، هل الزمالك فعلا هيستقيل المجلس؟ في كلام كتير جدا هيحصل غربله في النادي وهيستقيل المجلس كله، وتيجي لجنه معينه، يا اما الكابتن حسين عامر او حسين لبيب او كمال درويش هم يكونوا قائدين اللجنه وهيكملوا فيها لقياده النادي الحين الانتخابات. انا لو سالتني وجهه نظري، لازم يكون في لجنه، يكون ناس بالاداره وعندها فقه جامد في الاداره، ويعني عندها مرونه كبيره، وتقدر فعلا تقود النادي بشكل كبير جدا. الاداره يعني ماليه والفنيه وكل حاجه من خصوصا يعني كابتن حسين ليبي لما مسك 6 شهور فقط قدر ياخد جميع البطولات في جميع الالعاب الرياضيه، واكتسح النادي الاهلي في ظل النادي الاهلي كان عنده استقرار موارد كل حاجه، لكن اكتسح في كل حاجه، دوري كاس كله. فده بيدل على عقليه اداره، ناس فاهمه شغلها، ناس بتعرف هي بتعمل ايه، ناس كباتن كوره. لذلك عايز كابتن كوره يقود الفريق بشكل، النادي والفريق وكل ما يتعلق بالالعاب كلها بشكل عام. ده اول جزئيه. الجزء الثاني برضو خلينا نتكلم عنه، برضو يتعلق بنادي الزمالك، هو رمضان صبحي. هل فعلا جاي؟ في كلام كتير جدا بيقال ان هو في تمويل عربي للصفقه، وفي رجل اعمال عربي يعني هيتكفل بالصفقه، وهو هيكون مفاجاه الموسم لنادي الزمالك، اللي هي هتكون يعني صفقه هتسند الفريق. هل رمضان عنده قرار؟ رمضان قال لك انا ما عنديش مشكله، لكن مقابل ما يتوفره اللي انا عايزه هاجي. رمضان ما عندوش مشكله اللي هتمنعه، ولكن اللي يهم رمضان ان هو الفلوس. هتوفر لي راجل مثلا 10 قروش هاخدهم يا شكرا هاجي. فده الموضوع كله متوقف على هذه البطوله، طبعا تبقى جامده ورده جامده يعني على امام عاشور بالنسبه للنادي الاهلي. يعني تقول لك هو خلاص مشوا في بيراميدز، لا هتبقى يعني رمضان ايقونه اللي كان يوم من الايام هيبقى في الزمالك، فهتبقى ضربه كبيره. برضو عندنا بقى زي ما اتكلمنا على قلب خاص وقلنا عنه، في عندنا برضو خبر تاني، ان هل اوسيرو هيكمل ولا لا. اوسيرو فعلا مكمل وعايز بعض الصفقات للنادي، وعايز لعيبه، وعايز مدافع برضو متمثل بكلمه مدافع بجناح رجله الشمال، وعايز نص ملعب، وعايز ديفندرات، وعايز مهاجم، وعايز اجنحه. عايز زي نخلص زي خلص 3 لعيبه، محمود حماده، ناصر ماهر، محمد شحاته، خلص معاهم، ناقص بقى خلاص مع النادي. وطبعا برضو المشكله الماليه، الازمه الطاحنه هي اللي متوقفه على كل المواضيع اللي في النادي الزمالك بشكل كبير. هل فعلا بقى الزمالك هيقدر كل ده وهيخلص وفعلا رمضان هيجي بتمويل صفقه، ولا الدنيا تقف زي ما هي؟ ده بالنسبه للزمالك وكل ما يتعلق بيه. بالنسبه ايه يعني الموضوع بتاع ماتش النصر والخروج وما الى ذلك، طبعا الزمالك يعني الحظ لا يكافئه طبعا، اكيد في مواقف كتير جدا زي ما حضراتكم عارفين الزمالك يعني حظه بصراحه باتع في كل حاجه يعني. فبالتالي الزمالك يعني عمل اداء كويس وكل حاجه، لكن النتيجه طبعا المحصله انت ما كملتش وخرجت. وطبعا وقت الشيكابالا كانت لقطه لطيفه، ناس علقت عليها، لا اصل دخلت التيشيرت لا اصل رجعها، ما يهمنيش كل ده، هي لقطه كويسه وكل حاجه. والزمالك في الاخر او في الاخر محصله ما خدش حاجه الموسم ده، الزمالك بيحط رقم قياسي سلبي، خسر 6 بطولات في موسم واحد، حاجه مخيبه جدا للامال، دوري، كاس، افريقيا، سوبر، بطوله عربيه، مصر سعودي، مصري، كله صفر. فحاجه سيئه جدا جدا. في العكس النادي الاهلي حقق كل حاجه، افريقيا، حق الدوري، حق الكاس، حق السوبر، حق خلاص داخل على البطوله اللي بعد كده، السوبر الجاي، كاس مصر. النادي الاهلي فيه ارقام قياسيه، وانت زي طبعا
في النفق بتاعه مكمل بشكل كبير كده. بكده انا شرحت لكم كل ما يتعلق بالامور الرياضيه النادي الاهلي والزمالك، وشرحت لك موقف يكون عندك درايه كامله ايه اللي حصل في النادي الاهلي والزمالك كل ما يتعلق بالمواضيع الرياضيه. وان شاء الله الفتره الجايه هننزل لكم لايف على القناه وهنتكلم مع حضراتكم النهارده ان شاء الله، يعني كده على اخر النهار هنتكلم في كل حاجه مع حضراتكم واحده واحده بشكل مفصل. كده نكون وصلنا لحضراتكم نهايه الحلقه. لو الحلقه عجبتك مش دعم لايك وسبسكرايب للقناه، قدام صفحتنا على البيج على فيسبوك باسم جريدة. كما كان محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في حلقه قادمه.